السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معانا. النهاردة هنراجع للصف التاني الإعدادي. بس قبل ما راجع عايزة أقول إن الامتحانات بتاعت النهاردة كلها جت من ملزمة المراجعة بتاعتنا بتاعت سنة تانية، وكمان الفيديو الأولاني اللي راجعنا فيه عن الوحدة الأولانية الامتحان كله طلع منها. فأنا عايزاكم بقى تبقوا مركزين كويس جدا معايا في المراجعة دي وتركزوا يعني مش عايزاكم تخرجوا من الفيديو نهائي، عايزاكم تحفظوا كل اللي هقوله صم، كل اللي هقوله هو اللي هيجي وبس. يلا بقى كوباية الشاي بتاعتك كده الجميلة ويلا بينا عشان نبدأ. بس اهم حاجة تكونوا مركزين معايا. احنا هنتكلم عن بما تفسر بتاع الوحدة التانية. قال لي اول سؤال عندي، كل سؤال انا هقول انا مش حاطة الاسئلة المهمة فقط، الاسئلة المتوقعة للامتحان، يعني يا ريت تكونوا مركزين معايا. بالنسبة لي أول سؤال معانا هو: اكتفى المسلمون بشغل مناصب السياسية في مصر بعد فتحها عام 21 هجريا ل 641 ميلاديا. ليه هم اكتفوا بشغل المناصب السياسية؟ علشان يشرفوا على الإدارة بوجه عام، ليشرفوا على الإدارة بوجه عام. تاني سؤال معانا يا ولاد بيقول لي: قصر مدة حكم الولاة بمصر أثناء العصر العباسي الثاني بسبب ضعف خلفاء العصر العباسي. بسبب ضعف خلفاء العصر العباسي. طيب بعد كده بيقول لي: كان خليفة الدولة الإسلامية يتدخل أحيانا في اختيار صاحب الشرطة. احنا قلنا ان صاحب الشرطة ده قبل كده، الراجل ده هو بيبقى نائب عن الوالي في الأداء بتاعت الوالي لما الوالي ما بيكونش موجود في المنصب بتاعه. يبقى ليه الخليفة هو اللي بيتدخل في اختيار صاحب الشرطة؟ علشان هو كان ينوب عن الوالي في أداء مهامه عند غياب الوالي عن منصبه. طيب بعد كده بيقول لي: ازدهرت التجارة بمصر في عصر الولاة. ده بسبب طبعا، يعني هو انتوا تحلوها وانتوا مغمضين، تشوفوا ازدهار تجارة، تشوفوا ازدهار زراعة، تشوفوا ازدهار صناعة. التلاتة اخوات مربوطين ببعض، ما بيتفرقوش عن بعض ابدا. يعني لما يقول لي ازدهار التجارة اقول له بسبب ازدهار الزراعة والصناعة. يقول لي ازدهار الزراعة اقول له بسبب ازدهار الصناعة والتجارة. يقول لي ازدهار الصناعة اقول له بسبب ازدهار التجارة والزراعة. التلاتة ما بيفترقوش عن بعض. طب لو واحدة فيهم تدهورت يبقى الباقيين هيبقوا متدهورين زيها. طيب هنا بيقول لي ازدهرت التجارة بمصر خلال عصر الولاة. قال لي ليه؟ بسبب ازدهار الزراعة والصناعة وقيام عمرو بن العاص بإعادة حفر قناة كانت تربط بين نهر النيل والبحر الأحمر. القناة دي كانت معروفة طبعا باسم خليج أمير المؤمنين. يبقى القناة اللي عملها أعاد فتحها عمرو بن العاص كانت اسمها خليج أمير المؤمنين. القناة دي كانت بتربط نهر النيل بالبحر الأحمر، اوعوا تنسوا. وكمان القناة دي ساعدت في تنشيط التجارة بين مصر وبلاد الحجاز. طيب بعد كده بيقول لي: إنشاء عمرو بن العاص لمدينة الفسطاط. عمرو بن العاص بقى لما جه مصر عمل الفسطاط ليه؟ قال لي علشان دي تكون عاصمة لمصر بدلا من الإسكندرية. ليه؟ لأن الإسكندرية كانت فيها طابع بيزنطي. احنا قلنا إن عمرو بن العاص لما جه مصر وراح اسكندرية وحاصر قصر المقوقس، فهو كان المقوقس والبيزنطيين والرومان عموما كانوا واخدين مصر الإسكندرية عاصمة ليهم. فعمرو بن العاص ما حبش الموضوع ده، إن الإسكندرية كانت محتفظة بالطابع البيزنطي، فبالتالي بنى مدينة جديدة اللي هي مدينة الفسطاط عشان تكون عاصمة لمصر بدلا من الإسكندرية. طيب ظهور الدول المستقلة بمصر في العصر العباسي الثاني. احنا طبعا عارفين ان العصر العباسي الثاني كان الخلفاء فيه في الفترة الأخيرة كانوا ضعاف، وكمان ان مصر كانت بعيدة جدا كل البعد عن مقر الخلافة بتاعهم اللي كان في بغداد، فده ادى طبعا لظهور الدول المستقلة. طيب اهتمام احمد بن طولون ببناء جيش واسطول قويين. هم ليه هيبنوا جيش واسطول؟ علشان يحافظوا على امن وامان الدوله، علشان احمد بن طولون ما كانش عايز يعتمد على الخلافه العباسيه. يبقى الاجابه بتاعتي: حتى لا يعتمد على الخلافه العباسيه وليحافظ على حدود دولته. طيب بعد كده بيقول لي: ضعف وسقوط الدوله الطولونيه. ايه اللي خلى الدوله الطولونيه ضعفت او انسقطت؟ قال لي طبعا انا عندي احمد بن طولون توفى، مسك الحكم بعده ابنه خمراويه، برضه ابن خمراويه هو كمان اتقتل. طيب بعد ما اتقتل خمراويه ايه اللي حصل؟ اتنافسوا الامراء على الحكم، حتى الجنود تدخلوا في شؤون الدولة الطولونية. طيب فالوضع كان في منتهى السوء، يعني كان وضع مش احسن حاجة، كان وضع انهيار اصلا. فقام عمل ايه بقى؟ جالي الخليفة العباسي المكتفي بالله بعت جيش بقيادة واحد اسمه محمد بن سليمان الكاتب. الراجل ده بعت الجيش ده ليه؟ علشان يستعيد تبعية مصر للخلافة العباسية.
تاني، ضعف وسقوط الدولة الطولونية بسبب تنافس الأمراء على الحكم بعد مقتل خمارويه، وتدخل الجنود في شؤون الدولة الطولونية، وإرسال الخليفة العباسي المكتفي بالله جيشا بقيادة محمد بن سليمان الكاتب لاستعادة تبعية مصر للخلافة العباسية. طيب الحضارة بقى، المظاهر الحضارية في الدولة الطولونية كانت متنوعة في مصر. طيب يبقى السؤال أصلا بيقول لي إيه تنوع المظاهر الحضارية في مصر خلال عصر الدولة الطولونية؟ طيب ليه؟ بسبب حرص الطولونيين على تحقيق استقلال مصر سياسيا واقتصاديا عن الدولة العباسية. ما أنا طالما عايزة أحقق استقلال فهيبقى ليا حضارة ليا خاصة بيا أنا لوحدي، فبالتالي هم حرصوا على تحقيق استقلال مصر سواء من الناحية السياسية أو من الناحية الاقتصادية بعيدا عن الدولة العباسية. بعد كده قيام الطولونيين بإلغاء العديد من الضرائب في مصر لتنمية الأنشطة الاقتصادية في البلاد. طيب رواج التجارة الداخلية والخارجية في مصر في عهد الدولة الطولونية بسبب حاجتين: موقع مصر الاستراتيجي واستقرار البلاد. طيب أحمد بن طولون بنى قناطر، بناها ليه؟ عشان يزود مدينة القطائع بالمياه، بنى القناطر لتزويد مدينة القطائع بالمياه. اهتم الطولونيون بإنشاء البيمارستان. طيب هي معروفة البيمارستان لعلاج المرضى بالمجان، البيمارستان لعلاج المرضى بالمجان. طيب ضعف وسقوط الدولة الإخشيدية اللي بعد كده بسبب تولي حكم مصر دولة ولاة ضعاف صغيرين السن بعد وفاة كافور الإخشيدي. هو أي حاجة فيها ضعف وسقوط نعرف إن بقى فيه ولاة ضعاف خلاص ما بقوش قادرين يحكموا الدولة بتاعتهم، فطبعا ده هيؤدي إلى سقوط وانهيار الدولة دي. طيب وتاني حاجة انتشار الفوضى في البلاد، والجيش الفاطميين أرسلوا جيشا بقيادة جوهر الصقلي طبعا علشان يضم مصر. طيب بعد كده نتكلم عن الدولة الفاطمية. ليه الدولة الفاطمية؟ السؤال ده كان جاي النهاردة في امتحان من إحدى المحافظات، احنا منزلين الامتحانات اللي وصلت لنا على الصفحة بتاعتنا. اوعوا تنسوا ان انتوا تشتركوا معانا في الصفحة علشان يوصل لكم كل ما هو مفيد فقط، احنا ما بننزلش الا المفيد وبس. تسمية الدولة الفاطمية بهذا الاسم نسبة الى السيدة فاطمة الزهراء بنت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب بعد كده تتابعت محاولات الفاطميين للاستيلاء على مصر أو رغبة الفاطميين في ضم مصر. ليه الفاطميين حاولوا يسيطروا على مصر أكتر من مرة؟ أو ليه أصلا هم كانوا عايزين يضموا مصر؟ ده يرجع لإيه؟ لأن موقع مصر الجغرافي المتميز، كمان إن هي مصر قريبة من بلاد الشام والحجاز، ووفرة ثرواتها، كل ذلك جعلها صالحة للإقامة دولة مستقلة تنافس الخلافة العباسية. يبقى بسبب موقع مصر الجغرافي المتميز، قربها من بلاد الشام والحجاز، وفرت ثرواتها، وكل ده جعلها صالحة لإقامة دولة مستقلة تنافس طبعا الخلافة العباسية. طيب بناء جوهر الصقلي مدينة القاهرة. جوهر الصقلي لما جه فتح مصر بنى مدينة القاهرة ليه؟ علشان تكون عاصمة للدولة الفاطمية. اهتمام الفاطميين ببناء جيش وأسطول قويين، ده كان بسبب حاجة الدولة إليهما في فتح بلاد جديدة. يعني احنا عايزين نفتح بلاد جديدة، نفتحها عن طريق ايه؟ لازم يكون معايا جيش قوي عشان اقدر افتح بيه بلاد جديدة. ان دخلنا حرب ولا حاجة يبقى معايا الجيش بتاعي. تاني حاجة حماية حدود الدولة ونشر الامن والامان. هو انا مين هيحمي لي دولتي غير الجيش بتاعي برضو؟ بعد كده زراعة الفاطميين اشجار الغابات في مصر للحصول على الأخشاب اللازمة في بناء الأسطول الحربي والمراكب التجارية. احنا بنزرع ليه أشجار الغابات عشان ناخد الخشب بتاعها، ومن الخشب عن طريق الخشب بتاع اللي احنا خدناه منها يا إما نبني بيه أسطول حربي السفن بقى والمراكب الحربية، يا إما نعمل بيه مراكب تجارية اللي هنجيب منها بعثات وحاجات من البلاد الأخرى. طيب بعد كده مجيء صلاح الدين الأيوبي لمصر. مجيء صلاح الدين الأيوبي لمصر، جاء صلاح الدين الأيوبي مع عمه أسد الدين شيركو، هما الاثنين جم على رأس الجيش. أرسلوا مين؟ أرسلوا نور الدين محمود. طيب هما الاثنين جم أصلا لمصر ليه؟ علشان يحلوا النزاع الداخلي اللي كان دائر بين وزيرين مصريين. يبقى صلاح الدين كان جاي مصر أصلا عشان يحل المشكلة اللي كانت بين الوزيرين المصريين. طيب قيام صلاح الدين الأيوبي ببناء قلعة الجبل. صلاح الدين عمل القلعة ليه؟ عشان تكون مقر للحكم وكمان هيدرب فيها الجيش. تسمية الحملات الصليبية بهذا الاسم لأنهم اتخذوا الصليب شعارا لهم. طيب بعد كده اتجاه الحملات الصليبية على الشرق الإسلامي. طيب الحملات الصليبية أصلا إيه اللي خلاهم يفكروا في الشرق الإسلامي؟ أنا عندي 3 أسباب: رغبة الباباوات، رغبة الملوك، ورغبة السكان.
رغبة البابوات، رغبة الملوك، رغبة السكان. البابوات عايزين أراضي مقدسة في الشرق، البابوات عايزين أراضي مقدسة في الشرق. الملوك عايزين ينشئوا إمارات مستقلة، الملوك عايزين ينشئوا إمارات مستقلة. السكان عايزين يتخلصوا من الأزمات الاجتماعية والاقتصادية. تاني، الحملات الصليبية راحت للشرق ليه؟ عشان عندي الرغبات. تلات حاجات هم كانوا رايحين للشرق الإسلامي عشانها. البابوات كانوا عايزين أراضي مقدسة في الشرق، الملوك عايزين إمارات مستقلة، السكان عايزين يتخلصوا من إيه؟ من الأزمات الاجتماعية والاقتصادية. بعد كده نجاح الحملة الصليبية الأولى بقى في مصر في تحقيق أهدافها. السؤال ده كان جاي النهاردة برضو من ضمن الامتحان بتاع القاهرة، وخصوصا في إدارة المطرية، وكان كاتب لهم نجاح الحملة الصليبية الأولى في تحقيق أهدافها بالشرق الإسلامي. بس في بعض الطلاب اللي طبعا ما كانوش مراجعين معانا ولا كانوا طلابنا، سمعت يعني ان هم اتلخبطوا ما بين الاسباب وما بين النتائج. اوعوا تدخلوا الاتنين في بعض. اسباب نجاح الحملة الصليبية الاولى طبعا بسبب ضعف الخلافة العباسية في بغداد، بسبب ضعف الخلافة العباسية في بغداد، وعدم قدرة الخلافة العباسية على السيطرة على الولايات التابعة له، وضعف الخلافة الفاطمية في مصر. تاني، السؤال ده مهم جدا. نجاح الحملة الصليبية الأولى في تحقيق أهدافها بالشرق الإسلامي بسبب ضعف الخلافة العباسية في بغداد، عدم قدرة الخلافة على السيطرة على الولايات التابعة لها، وضعف الخلافة الفاطمية. طيب بعد كده بيقول لي عقد صلاح الدين الأيوبي هدنة مع بلدوين الرابع ملك مملكة بيت المقدس. هو عمل للهدنة دي علشان يأمن طريق الحجاج وطرق القوافل التجارية بين مصر والشام. ثم تمسك صلاح الدين بشرط حرية التجارة في الهدنة اللي عقدها مع ملك مملكة بيت المقدس. ليه صلاح الدين كان متمسك بالشرط ده؟ قال لي علشان الفترة دي كان الطريق بين مصر والشام كان بيتعرض باستمرار لأخطار ناتجة عن القتال بين المسلمين والصليبيين. طيب بعد كده لم تستمر هدنة صلاح الدين الأيوبي وبلدوين الرابع ده علشان قام واحد اسمه أرناط. الراجل ده كان أمير حصن الكرك. الراجل ده خرق الهدنة اللي ما بين صلاح الدين وبلدوين الرابع. عمل إيه؟ فرض الإتاوة على القوافل التي كانت تجتاز الكرك اللي هي المدينة بتاعته، وهاجم قافلة كبيرة للمسلمين وما استكفاش، لا استولى عليها وأسر رجالها، وكمان حاول الهجوم على مقدسات المسلمين في مكة والمدينة. كل ده كان السبب الرئيسي لنقد الهدنة اللي كانت ما بين صلاح الدين الأيوبي وبلدوين الرابع، وكمان كانت من ضمن أسباب قيام معركة حطين. رقم 28 بيقول لي خروج ثلاث من ملوك غرب أوروبا بحملة صليبية جديدة على الشرق الإسلامي بعد معركة حطين. طبعا كانوا جايين علشان يستردوا بيت المقدس من يد المسلمين بعد أن فتحوا صلاح الدين الأيوبي. ثم عقد صلح الرملة عام 588 هجريا أو 1192 ميلاديا. طيب صلح الرملة ده اتعقد ليه؟ علشان ريتشارد قلب الأسد ملك إنجلترا عجز عن مواصلة الحرب مع صلاح الدين منفردا. هو أصلا الحملة دي كانوا جايين عبارة عن 3 ملوك، ملك إمبراطور ألمانيا وملك فرنسا وملك إنجلترا. واحد غرق واتنين التانيين اتخانقوا مع بعض، وواحد منهم رجع اللي هو إمبراطور فرنسا. إمبراطور ألمانيا غرق، ملك فرنسا هو اتخانق مع ملك إنجلترا اتقمص ورجع تاني بلده، فما بقاش عندنا الا ملك انجلترا، وهو طبعا كان ريتشارد قلب الاسد. والراجل ده ما قدرش يواجه صلاح الدين الايوبي لوحده. طيب رغبة الصليبيين في السيطرة على مصر بعد صلح الرملة. لان مصر قلب المنطقة، فان استطاعوا الاستيلاء عليها فهيقدروا يحافظوا على اسطولهم في البحر المتوسط، وكمان هيتمكنوا من السيطرة على خيرات مصر. طيب رغبة الصليبيين تاني في السيطرة على مصر بعد صلح الرملة، لأن قلنا إن مصر قلب المنطقة، فإن استطاعوا الاستيلاء عليها فإنهم هيستطيعوا الحفاظ على أسطولهم في البحر المتوسط قويا وفي وجه الأسطول الإسلامي، والتمكن طبعا من السيطرة على خيرات مصر. بعد كده بيقول لي اهتمام سلاطين الدولة الأيوبية بتأسيس جيش وأسطول بحري قوي. هم اهتموا بالأسطول البحري قوي والجيش ليه؟ علشان يأمنوا طبعا يأمنوا الحدود البرية والبحرية للدولة الإسلامية.
طيب قيام الأيوبيين أثناء حكمهم لمصر بزراعة أشجار الغابات، الكلام ده قلناه علشان نوفر بيه الأخشاب اللازمة لبناء الأسطول. اهتمام سلاطين الدولة الأيوبية بالتعدين، عرفنا ليه هم كانوا مهتمين بالتعدين، عشان يستخرجوا المعادن اللازمة علشان يصنعوا بيها الأسلحة والآلات والمعدات اللازمة للجيش الأيوبي. اهتمام سلاطين الأيوبيين بإنشاء المدارس والمساجد، طبعا عشان ينشروا تعليم الدين الإسلامي. قام سيف الدين قطز بخلع السلطان المنصور علي من حكم مصر. ليه؟ عشان كان هو صغير السن، ما كانش هيقدر يواجه المغول، فبالتالي نقدر نقول بسبب صغر سنه وعدم قدرته على ترتيب الأوضاع التي تحتاج لحزم ووحدة وقيادة قادرة على محاربة المغول. نلخص الكلام ده بسبب صغر سنه ولم يستطيع مواجهة المغول. عقد سيف الدين قطز اجتماع مع أمراء المماليك وعلماء الدين الإسلامي قبل معركة عين جالوت، طبعا لرفع الروح المعنوية لمواجهة المغول. رغبة المغول في السيطرة على مصر بعد سقوط بلاد الشام. ليه بقى المغول كانوا عايزين يسيطروا على مصر هم كمان؟ قال إن مصر كانت هي القوة الوحيدة المتبقية في العالم الإسلامي اللي كانت بتهدد أمن المغول. طيب كان المسلمين المهاربين من المغول كانوا بيروحوا لمصر، كانت هي الملجأ بتاعهم، كانت مقر المسلمين الهاربين من المغول. طبعا موقع مصر الاستراتيجي اللي بتقع فيه قلب قارات العالم القديم وتحكمها في طرق التجارة، وكانت مصر هي هتبقى البوابة للمغول للسيطرة على شمال افريقيا ثم السيطرة على العالم كله. قيام السلطان بيبرس بإحياء الخلافة العباسية في القاهرة لتوطيد حكمه على عرش مصر. بعد كده تدهورت الأحوال الاقتصادية لدولة المماليك، وكان بسبب طبعا اكتشاف البرتغاليين لطريق رأس رجاء الصالح، وتحول الطرق التجارة من مصر للدوران حول إفريقيا بدلا من البحر الأحمر. طبعا النتائج المترتبة على فتح عمرو بن العاص لمصر عام 21 هجريا 641 ميلاديا، طبعا ترتب على ذلك تحول مصر من ولاية بيزنطية لولاية إسلامية، وأصبح عمرو بن العاص هو أول والي على مصر. قيام عمرو بن العاص بإعادة حفر قناة اللي هي خليج أمير المؤمنين ده أدى إلى تنشيط حركة التجارة بين مصر وبلاد الحجاز. براءة المصريين في صناعة السفن في العصر الأموي. ترتب على ذلك ان معاوية بن ابي سفيان استقدم اشطر الصناع من مصر علشان يقدروا يستفيد منهم في دراسة السفن اللي انشأها في بلاد الشام في مدينة عكا. طيب يبقى معاوية بن ابي سفيان جاب الخبراء من مصر علشان نستعين بيهم في دار السفن اللي هو انشأها في عكا في بلاد الشام. ضعف الحكام وانتشار الفوضى في مصر بعد وفاة كافور الإخشيد، طبعا ترتب على ذلك ضعف الدولة الإخشيدية وإرسال الفاطميين جيشا بقيادة جوهر الصقلي. تولى صلاح الدين الأيوبي حكم مصر. لما تولى صلاح الدين الأيوبي ترتب على ذلك إعادة مصر ولاية تابعة للخلافة العباسية، نشر الأمن والأمان في مصر، العمل على توسيع حدود دولته خارج مصر، وبدأ في بناء قلعة الجبل عشان تكون زي ما قلنا قبل كده إن هي مقر الحكم وتدريب الجيش. طيب مجيء كثير من الصحابة إلى مصر بعد الفتح الإسلامي لها بالنسبة للحياة العلمية، ترتب على ذلك تعليم الشعب المصري أصول الدين الإسلامي. موقع مصر وبعدها عن مقر الخلافة العباسية بالعصر العباسي الثاني أكيد طبعا، أو ضعف الخلفاء العباسيين، يبقى طبعا يترتب على ذلك إن بعض الولاة حاولوا ينفردوا بحكم مصر ويأسسوا دول مستقلة، يعني ظهرت الدول المستقلة في الفترة دي. موقع مصر الاستراتيجي واستقرارها في عصر الدولة الطولونية أدى ذلك طبعا لرواج التجارة الداخلية والخارجية، وأصبحت من المدن من المراكز التجارية المهمة زي عندي مدينة القطائع ومدينة الإسكندرية. محمد ابن طاغ الإخشيد لما نجح في صد الجيش الفاطمي ومنعه من الاستيلاء على مصر، اللي ترتب على كده ان السلطان العباسي او الخليفة العباسي ولا محمد ابن طاغ الإخشيد حاكم على مصر، فأعاد بها النظام والأمن مرة أخرى. طيب قدوم الخليفة المعز لدين الله الفاطمي لمصر، أصبحت مصر مركز للخلافة الفاطمية. دي بقى النتائج المترتبة على الحملة الصليبية الأولى اللي هي ترتب عليها إقامة 3 إمارات ومملكة في بلاد الشام والعراق، اللي هي إمارة الرها، إمارة أنطاكيا، إمارة طرابلس، ومملكة بيت المقدس. طيب إرسال الخليفة المعز دين الله الفاطمي جيشا بقيادة جوهر الصقلي طبعا أدى ذلك للاستيلاء على مصر وإنهاء تبعية مصر من الخلافة العباسية. اهتمام الفاطميين بالعلم والعلماء،
فأصبحت مصر عبارة عن جامعة فكرية وعلمية وأدبية كبيرة وأخذ عنها الكثير من علماء الشرق. طيب رفض أرناط تنفيذ مطالب صلاح الدين الأيوبي، أدى ذلك إلى دخول صلاح الدين في حرب ضد الصليبيين وحدوث معركة حطين. إيه هي النتائج المترتبة على معركة حطين؟ معركة حطين النتائج بتاعتها انهيار الجيش الصليبي وهزيمته، ووقوع ملك بيت المقدس وأرناط في الأسر وغيرهم من كبار الأمراء والفرسان. طيب دي النتائج. طيب هي أصلا أسباب المعركة قلناها إن أرناط هو نقض الهدنة اللي بين بلدوين الرابع وصلاح الدين الأيوبي. طيب المعركة حصلت إزاي؟ أحداث المعركة إن صلاح الدين الأيوبي ذهب بالجيش بتاعه نحو بحيرة طبرية واستقر بالجيش لحد وكان بيستدرك الجيش الصليبي استدرك بالجيش الصليبي نحو حطين. بعد كده هو حاصر طبعا بحيرة طبرية ومنع عنهم الماء، فكانوا الصليبيين كانوا عطشانين جدا، وهو قام بإشعال النيران في الحشائش اللي حوالين المخيمات بتاعتهم، فبالتالي أدى إلى هزيمة الصليبيين في هذه المعركة وانتصار صلاح الدين الأيوبي. لما صلاح الدين الأيوبي انتصر في معركة حطين قبض على أو أسر الملك بلدوين الرابع وأرناط وغيرهم من الأمراء والفرسان. بس بعد كده صلاح الدين الأيوبي قدر أطلق سراح ملك بلدوين الرابع والأمراء، لكن أرناط قام بقتله بسبب ما فعله مع المسلمين. تمكن صلاح الدين الأيوبي من فتح بيت المقدس. طبعا ترتب على ذلك قيام المسلمين باحتفال عظيم بمناسبة دخول المسلمين لبيت المقدس بعد احتلال من الصليبيين دام حوالي 90 سنة، وخروج بقى 3 من ملوك غرب أوروبا في الحملة الجديدة اللي أنا لسه حكيها لكم عليها من شوية. النزاع بين ملك إنجلترا وملك فرنسا أثناء الحملة الصليبية، احنا قلنا 2 اتخانقوا وواحد غرق. اللي اتخانقوا كانوا انجلترا وفرنسا، فبالتالي ملك فرنسا زعل اتقمص من بتاع ملك انجلترا ومشي. طيب هو ايه اللي ترتب على كده؟ ترتب على ذلك عودة ملك فرنسا لبلاده زي ما قلنا، ترك أمر الحملة لملك انجلترا اللي ما قدرش يكمل الحرب مع صلاح الدين الأيوبي لوحده، وقرر لعقد صلح معه، وفشلت طبعا الحملة الصليبية في استرداد بيت المقدس. طيب لما ملك انجلترا عجز عن هزيمة صلاح الدين، احنا قلنا ان هو عمل معاه الصلح ده كان اسمه صلح الرملة. طيب النتائج المترتبة على صلح الرملة ان يظل او شروط صلح الرملة ان يظل بيت المقدس في ايدي المسلمين، ان تظل المنطقة الساحلية الممتدة من سور ليافا في ايدي الصليبيين، ان يحق للصليبيين تأدية الحج في بيت المقدس. طيب طبعا يعني البرد ما شاء الله عامل عمايله معانا. مقتل توران شاه على يد المماليك أدى ذلك إلى تولي شجرة الدر زوجة أبيه اللي هي كان صالح نجم الدين أيوب، اتولد حكم مصر. بس الست دي اتجوزت واحد اسمه عز الدين أيبك، كان الراجل ده مملوكي وهي اتنزلت له على العرش، ومن هنا بدأ حكم المماليك لمصر. زحف المغول على العالم الإسلامي أدى ذلك إلى تدمير المغول كل الدول الإسلامية اللي دخلوها زي فارس وبلاد العراق وبلاد الشام، وأسقطوا طبعا الخلافة العباسية واستولوا على عاصمتها في بغداد. طيب النتائج المترتبة على اكتشاف البرتغاليين طريق رأس رجاء الصالح أدى ذلك إلى تحول التجارة من مصر للدوران حول إفريقيا، وضعف دولة المماليك وتدهور أحوالها الاقتصادية. طيب دلل على صحة العبارة لم تبدأ فكرة نشر الإسلام في مصر في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، عشان هي الفكرة دي بدأت طبعا في منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. كان أرسل كتابا للمقوقس حاكم مصر ليدعوه لنشر الدين الإسلامي. بعد كده أعيد التفكير مرة أخرى في فتح بلاد مصر لنشر الإسلام بها لما أشار عمرو بن العاص للخليفة عمر بن الخطاب، ومن هنا الخليفة عمر بن الخطاب وافق وبعت عمرو بن العاص عشان يفتح مصر. طيب عمرو بن العاص لما راح مصر وصل بعد كده راح الإسكندرية، حاصر قصر المقوقس وما دخلش معاه في حرب، لكن هو تم ما بينهم حاجة اسمها صلح الإسكندرية. صلح الإسكندرية ده كان من ضمن الشروط بتاعته هي حقوق أكد على حقوق المسلمين اليهود والمسيحيين. فكان شروطه أن يتم ترحيل الحامية الرومانية عن طريق البحر ويحملوا الجنود معاه، أن يأمنوا المسيحيين اللي موجودين في المكان، أن هم كمان ما يتعرضوش لأي معبودات
تخص المسيحيين في الموجودين عندنا في مصر أو حتى اليهود اللي موجودين. يبقى أكد صلح الإسكندرية على مبدأ الحرية الدينية واحترام الآخرين، حيث تضمن الصلح حقوق اليهود والمسيحيين من خلال تعهد عمرو بن العاص بألا يتعرض المسلمين للكنائس بسوء وأن يبقى اليهود في الإسكندرية. منح صلح الإسكندرية الأمان للحامية الرومية، حيث كان من شروط الصلح أن يتم ترحيل الحامية الرومانية عن طريق البحر، وإن هم ياخدوا جنودهم وأموالهم وأمتعتهم، إحنا مش عايزين منهم حاجة، امشوا انتوا في أمان وسيبونا وما ترجعوش تاني. أعطى طبعا عمرو بن العاص لأهل مصر مثالا لسماحة الإسلام، حيث منح أهل مصر الحرية الدينية وحرص على حماية أموالهم وأماكن العبادة الخاصة بيهم. وكمان عمرو بن العاص وعندي كمان كان صلاح الدين الأيوبي برضو أعطى مثالا لسماحة الإسلام. تعددت مهام صاحب الشرطة، احنا عرفنا ان هو كان بيقوم بدور الوالي لما يكون الوالي غايب عن الحكم، بيمنع وقوع الجرائم، بيقبض على الجناه، وبينفذ العقوبات التي يحكم بها القضاة. طيب، اهتمام المسلمون بشؤون الزراعة والري في مصر في خلال العصر الولاة، حيث أمر عمرو بن العاص بإنشاء مقاييس على النيل، واهتم الأمويين والعباسيون بتوسيع رقعة الأراضي الزراعية وطبعا حفر القنوات والترع. حدث تغيير في صناعة النسيج في مصر خلال عهد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان، حيث كانت الثياب المصرية مزينة بالطراز البيزنطي، وأمر عبد الملك بن مروان أن تكون الكتابة على النسيج باللغة العربية. تعددت المشروعات المائية اللي تمت في خلال عهد عمرو بن العاص، عندي حاجتين مشروعات مائية، حاجتين مقاييس على نهر النيل، وطبعا خليج أمير المؤمنين. الصحابة كان ليهم دور مهم جدا في نشر العلم، زي عبد الله بن عمرو بن العاص. الراجل ده هو كان جاي مصر هو كمان عشان يعلم المصريين أصول الدين الإسلامي. برع المصريين في صناعة السفن، عشان كده قلنا زي ما قلنا قبل كده ان معاوية بن أبي سفيان استخدم الخبراء من مصر علشان يروحوا دار السفن الجديدة اللي أنشأها في مدينة عكا، وخص في بلدة عكا، في مدينة عكا في بلاد الشام. واهتم العرب بإنشاء مدن جديدة، عندي أنشاء الفسطاط ومدينة الجيزة كان عمرو بن العاص. عندي مدينة حلوان شيدت في العصر الأموي، مدينة العسكر شيدت في العصر العباسي، مدينة القطائع شيدت في عصر الدولة الطولونية. تعددت الأدوار التي كان يقوم بها جامع عمرو بن العاص، عشان ما كانش مجرد جامع الناس بتصلي فيه فقط، لكن كان مدرسة دينية وعلمية، وكان كمان مركز للقضاء. اتسعت حدود الدولة الطولونية في خلال حكم أحمد بن طولون، حيث امتدت من بلاد الشام والحجاز إلى بركة، ومن النوبة إلى آسيا الصغرى. اهتمت الدولة الطولونية بإنشاء الدواوين في مصر، عشان كده أنشأوا ديوان الجيش وديوان الإنشاء. حرصت الدولة الطولونية على التنمية الاقتصادية، زي ما قلنا قبل كده إن هم ألغوا الضرائب واهتموا بالزراعة، وطالما الزراعة مهتمين بيها يبقى في الصناعة، يبقى في التجارة، كلهم يبقوا متميزين. تم بناء العديد من المنشآت، زي عندي عملوا قناطر وجامع أحمد بن طولون وطبعا البيمارستان. قامت الدولة الإقصدية بتحقيق الأمن والاستقرار الداخلي في مصر، عشان قامت بالقضاء على الصراعات الداخلية والأخطار الخارجية. شهدت مصر ازدهار واضح في مختلف جوانب الحياة في خلال عصر الدولة الإقصدية، عشان قدروا يحققوا الأمن والاستقرار الداخلي للبلاد، عشان سكوا دنانير تحمل اسم الخليفة وحاكم مصر، وبناء القصور والأسواق والبيمارستان، إنشاء السقايات لسكان مدينة الفسطاط عشان يجيبوا لهم المية، وكمان كفور الإخشيد قدر يشيد لمسجد اسمه الفقاعي، وكان بيهتم بالعلم والعلماء. قام الخليفة المعز الدين الله الفاطمي بعديد من الاستعدادات لضم مصر، عشان قام بتمهيد الطريق من إفريقيا إلى مصر عن طريق حفر الآبار وإقامة الاستراحات وتدريب الجيش بشكل جيد. طيب، مظاهر الاحتفالات بتاعت الفاطميين ان هم كانوا بيوزعوا الاكل على الفقراء، ان هم كانوا بيخرجوا بموكب رسمي اللي بيخرج بيه كان الخليفه وكبار رجال الدوله. نشطت حركه التجاره في مصر مع البلاد الاسيويه والاوروبيه في عصر الفاطميين، حيث كان لمصر في عهدهم علاقات تجاريه مع عديد من الدول، وكانت الاسكندريه من المراكز الرئيسيه للتجاره، فتنقل منها البضائع طبعا الاسيويه لاوروبا. بقينا ندي بضائع الاسيويه لأوروبا، وبنروح أوروبا مش بيرجعونا فاضيين، لا بيخلوا المركب بتاعتنا تبقى مليانة بالسلع والخامات اللازمة للصناعة المصرية.
طبعا انا حكيت لكم عن معركة حطين، وطبعا احنا عرفنا قصة ارناط وعرفنا كل الكلام ده كله. انا قلت لكم ان صلاح الدين هو كمان ضرب مثال قوي في التسامح الديني عند فتح بيت المقدس، حيث تسامح صلاح الدين مع الصليبيين في بيت المقدس وعفى عنهم، وامن المسيحيين من اهل بيت المقدس على ارواحهم واموالهم، وطبعا اعفى الشيوخ والنساء والاطفال من الضرائب. اما الصليبيين لما دخلوا بقى يقتلوا في الناس ولا همهم بقى مسلمين ولا مسيحيين ولا يهود، بقى يقتلوا في الناس كلها. عرفنا ان سيف الدين قطز قام بعدة اجراءات علشان يحمي مصر والعالم الاسلامي من خطر المغول، علشان هو قلنا قبل كده ان هو عزل السلطان علي المنصور علي، يعني اللي صغر سنه، وان هو عفى عن المماليك الهاربين وتحالف مع امراء الشام، وجمع الاموال من كل طوائف الشعب عشان يجهز الجيش ويوفر الامن والسلامه والاستقرار للشعب. معركة عين جالوت أظهرت أحداث المعركة دي أظهرت شجاعة السلطان سيف الدين قطز، علشان هو لما كانت المعركة في بدايتها كانت بادئة لصالح المغول، قام سيف الدين قطز بخلع الخوذة بتاعته وألقاها في الأرض، وفضل يقول وإسلاماه وإسلاماه، وقاد الهجوم بنفسه على المغول. ومن هنا بدأت رفع الروح المعنوية عند الجنود، وانقض المسلمين على المغول وأخذوا يقاتلون الجنود ببسالة. بعد كده عليكم بقى ان انتوا تعرفوا تذاكروا اهم الشخصيات. احنا كده الوحده دهيا تمام كده وقفلينها تمام. بعد كده تراجعوا بس على اهم الشخصيات واهم الاحداث من هو، يعني تعرفوا الشخصيه بالحاجه اللي عملتها وخلاص. ندخل على الوحده الثالثه. بالنسبه للوحده الثانيه فاحنا منزلينها في فيديو منفصل عن الفيديو ده. طيب، بما تفسر انخفاض نسبه العاملين في النشاط الزراعي في قاره اوروبا؟ علشان بسبب التوسع الكبير في استخدام الأساليب العلمية الحديثة في العمليات الزراعية، وكمان اتجاه العاملين بالنشاط الزراعي لمهن أخرى. يبقى أنا عندي حصل توسع كبير في استخدام الأساليب العلمية الحديثة، والعاملين بالنشاط الزراعي توجهوا إلى مهن أخرى. طيب، تحصل آسيا على النصيب الأكبر من جملة مساحة الأراضي الزراعية في العالم. الكلام ده كان بسبب اتساع مساحة القارة وتحويل مساحات من منحدرات الجبال إلى مدرجات زراعية. تحويل الصين واليابان والفلبين واندونيسيا مساحات من منحدرات الجبال بهم الى مدرجات زراعيه. الكلام ده ليه؟ كان لتوفير الغذاء اللازم للاعداد الكبيره من السكان. طيب، تحتل قاره اوروبا المركز الثاني عالميا في مساحه الاراضي الزراعيه، طبعا علشان اوروبا بتقع في العروض المعتدله باستثناء اطرافها الشماليه، وبسبب التقدم العلمي والتكنولوجي وتوسعها في استصلاح الاراضي. تحتاج الزراعة الواسعة لرؤوس أموال كبيرة في قارتي آسيا وأوروبا لتوفير الآلات الزراعية ومد طرق النقل. تتميز قارة آسيا بتنوع محاصيلها أكتر من أوروبا. ليه؟ علشان فيها تنوع أقاليم مناخية في قارة آسيا. تساهم قارة آسيا بنسبة ضئيلة من محصول الأرز في التجارة الدولية، لأن معظم الإنتاج يستهلك محليا. يبقى ليه إحنا آسيا بتساهم بنسبة قليلة في التجارة الدولية من الأرز؟ عشان طبعا بيستهلك محليا. قلة مساهمة الذرة الشامية في التجارة الدولية بقارة آسيا وأوروبا يرجع ذلك يا جماعة إلى استهلاك معظم الإنتاج في مناطق الزراعة. نفس الموضوع. يصعب زراعة محاصيل المنبهات في القارة الأوروبية لأنها محاصيل مدارية. يعني إيه الكلام ده؟ المحاصيل المدارية دي عايزة مناخ حار، عايزة جو حار. أما أوروبا فهي المناخ بتاعها احنا لسه قايلين إن هي معتدلة باردة، فما بينفعش المحاصيل المدارية إنها تتزرع في قارة أوروبا. الأهمية الاقتصادية لمحصول المطاط، طبعا عشان بيستخدم في صناعة الإطارات بتاع الطائرات والسيارات. تتصدر قارة أوروبا قارات العالم في إنتاج محصول البنجر، لأن البنجر ينتشر في المناطق المعتدلة، ومعظم قارة أوروبا زي ما قلنا إن هي منطقة معتدلة باردة باستثناء أطرافها الشمالية. وجود مشكلات بالنشاط الزراعي في قارة آسيا وأوروبا بسبب تغير المناخ ومشكلات التربة زي التعرية والتجريف، زي التلوث، وطبعا الضغوط السكانية وتغيير استخدامات الأراضي الزراعية وهجمات أسراب الجراد. تناقص مساحة المراعي الطبيعية بسبب الزحف العمراني والرعي الجائر والتوسع الزراعي على حساب المراعي الطبيعية. الناس عايزة تسكن هتعمل ايه؟ بتقوم واخدة المراعي الطبيعية تحولها لأماكن يسكنوا فيها ويقدروا يعيشوا فيها.
تحتل آسيا المركز الأول عالميا في أعداد الأبقار بسبب اتساع المراعي وتنوعها ووفرة الأعلاف والرعاية البيطرية بالقارة. والسؤال ده جالهم في الخريطة النهاردة. تراجع مساحات المراعي الطبيعية في قارة آسيا وأوروبا بسبب الزحف العمراني والرعي الجائر والتوسع الزراعي على حساب المراعي الطبيعية. تبذل آسيا وأوروبا جهود كبيرة عشان تنمي الثروة الحيوانية وطبعا الزراعة والثروة السمكية. تعمل كل ده ليه؟ علشان تحقق الأمن الغذائي وأكيد التنمية المستدامة. طيب الدول الآسيوية هتتوجه نحو الاستزراع السمكي ليه؟ عشان تزود لي بسبب الزيادة السكانية الكبيرة، فهتزود لي الإنتاج بتاع الأسماك علشان يكفي السكان. تأخر انتقال الثورة الصناعية الأولى لآسيا بسبب الاستعمار الذي احتل معظم الدول القارة. وبرضو السؤال ده جه في الامتحان. اعتماد المفوضية الأوروبية مصطلح الثورة الصناعية الخامسة بهدف تحقيق التوازن بين الإنسان والتكنولوجيا في العمل. يبقى الثورة الصناعية الخامسة إنسان والتكنولوجيا في العمل، والمحافظة على الاستهلاك الطاقة لتحقيق الاستدامة البيئية. بعد كده منطقة اللورين موجودة في شمال شرق فرنسا، دي بتشتهر بصناعة الحديد والصلب والصناعات الكيماوية. لما يقول لي تشتهر بصناعة الحديد والصلب فقط، هقول له بسبب توافر خامات الحديد اللازمة لصناعة الحديد والصلب. طب لو قال لي صناعة الكيماوية، هقول له بسبب وجود رواسب ضخمة من الأملاح والبوتاسيوم لازمة لصناعة الكيماوية. طيب لو قال لي مثلا تتميز منطقة اللورين بوجود أملاح وبوتاسيوم، هقول له أدى ذلك إلى ده، يعني ممكن تجيلك في النتائج، أدى ذلك إلى قيام الصناعات الكيماوية في منطقة شرق اللورين. طيب تضم منطقة الدونيتسك في أوكرانيا أكبر مصانع الحديد والصلب ومصانع القطارات والآلات الزراعية والصناعات الحربية. كان طبعا بسبب قربها من حقول الفحم ومناجم الحديد، وبيتوفر فيها مصادر طاقة متنوعة زي الكهربائية والمتجددة والطاقة كمان الغير متجددة. وضعت حكومات بعض الدول الآسيوية والأوروبية عدة سياسات تنموية في مجال الصناعة بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة. أهمية تجارة الخدمات التجارية الدولية، إيه أهميتها بقى؟ بتساعدنا على تحسين الناتج المحلي الإجمالي للدول وتحقق لي النمو الاقتصادي. تعد قارة أوروبا من أكثر قارات العالم جذبا للسياح بسبب موقعها الجغرافي، بسبب مناخها المعتدل، تنوع مظاهر السطح بها، وطبعا تنوع الحياة، التنوع البيولوجي، وكثرة التنوع البيولوجي يعني تنوع النباتات والحيوانات، كثرة المواقع التاريخية والأثرية، وأكيد تطور البنية التحتية وشبكات النقل. مش مهم تقول ده كله، أكيد قول 2 قول 3، قول اللي انت تقدر تقوله، المهم تحل في الآخر صح. وفود السائحين لمناطق شرق آسيا وسواحل بلاد الشام، أو تعتبر تركيا من المناطق الجاذبة للسياح طبعا بسبب اعتدال المناخ معظم أيام السنة. تعد الحياة النباتية والحيوانية بقارة أوروبا مصدر جذب سياحي، لأنها من المقومات الطبيعية التي تساعد على جذب السائحين للاستمتاع بجمال الطبيعة. ليه وضعوا قوانين عشان يحموا المحميات الطبيعية؟ طبعا عشان نحقق السياحة البيئية المستدامة. سهولة تحريك السائحين من مكان لآخر بين الدول الأوروبية. ليه؟ في اشمعنى الدول الأوروبية بيقدروا يتحركوا بسهولة؟ علشان عندهم بنية تحتية جيدة، وطرق نقل ومواصلات، شبكات نقل متنوعة ما بين طرق سريعة وسكك حديدية ومطارات دولية. عندي مدينة البتراء تعد واحدة من أشهر المواقع التاريخية في الأردن، عشان المدينة دي كانت مأهولة بالسكان في فترات ما قبل التاريخ. طيب المدينة دي برضو مشهورة برضو عشان حاجة تانية، ان هي متقسمة لنصفين، نصف تم تشييده والنصف الآخر تم حفره داخل الجبال. افتكروها بكده، البتراء نص تشيد ونص جوه الجبل، نص تشيد ونص جوه الجبل، يعني سهلة جدا، يعني ما تصعبوش الدنيا على نفسكم يا ولاد والله. أهمية مدينة القدس، احنا عارفين طبعا القدس هي يعني القدس الشريف، فيها قبة الصخرة وفيها كنيسة القيامة وفيها حائط البراق. طيب تمثل مدينة البندقية بإيطاليا مقصد سياحي. البندقية نفتكرها 118 جزيرة صغيرة. البندقية إيطاليا 118 جزيرة صغيرة. البندقية في إيطاليا 118 جزيرة صغيرة. طب يعني إيه الكلام ده؟ يعني هي بتقوم أو تأسست فوق أرخبيل يتكون من 118 جزيرة صغيرة. وتعد المدينة كلها تحفة هندسية معمارية، وإن هي بتبدو على
تبدو كأنها تطفو على مياه البحيرة. إدراج المساكن المعلقة حول جبال الألب ضمن مناطق التراث العالمي. ليه؟ لأنها تضم بقايا مستوطنات ترجع لعصور ما قبل التاريخ. بنيت هذه المساكن على ضفاف البحيرات والأنهار والأراضي الرطبة اللي كانت موجودة قبل كده. تدهور الموارد الطبيعية بالعديد من الدول الأوروبية السياحية بسبب كثرة الزيارات والرحلات والازدحام الشديد. أهمية إنشاء المنظمات الإقليمية والاتحادات الدولية من أجل تعزيز المصالح المشتركة، تحقيق التنمية والسلام، وضع رؤية أفضل لمستقبل الأجيال القادمة. بعد كده حصول الاتحاد الأوروبي على جائزة نوبل للسلام عام 2012 تقديرا لجهوده في تعزيز السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان في أوروبا وحول العالم، وكمان إن هو بيسهم ببعثات عسكرية في مناطق الأزمات علشان يحل الأزمات الموجودة حول العالم. طيب، قيام الاتحاد الأوروبي بوضع استراتيجية الأوروبية للطفل لضمان الوصول للأطفال المحتاجين للتعليم والرعاية الصحية والتغذية والسكن الملائم. استخدام الاتحاد الأوروبي لشعار متحدون في التنوع لتأكيد القيمة أن الاتحاد في التنوع على الرغم من اختلاف الثقافات أو اللغات دول أوروبا. يعني دول أوروبا دي واخدة دول كتير جدا حتى لو هم مختلفين في اللغة أو مختلفين في الثقافة، بس هو الاتحاد الأوروبي بيضم جميع الدول المستقلة. أهمية توقيع مصر اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لأنها تستهدف تخفيض الرسوم الجمركية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، وخصوصا على المنتجات الصناعية والزراعية. أهمية مجلس التعاون لدول الخليج العربي، تحقيق التكامل بين الدول الأعضاء ووضع أنظمة متماثلة ودفع التقدم العلمي. طيب، ليه عملوا منطقة تجارة حرة بين أعضاء رابطة آسيان أو جنوب شرق آسيا؟ طبعا عشان نلغي كل القيود الجمركية، ولما الجمارك تتلغي طبعا هيبقى في تبادل تجاري وهيبقى في استثمار داخل المنطقة في كل المجالات. توقيع مصر ورابطة آسيان لمعاهدة الصداقة عام 2016 هيحسن لي الجودة الإنتاجية في مصر بمجالات الصناعة المشهورة في دول الرابطة، خصوصا في مجال الاستزراع السمكي. تعرض الأراضي الزراعية في قارة آسيا وأوروبا للعديد من التغيرات المناخية. دي النتائج المترتبة أثر ذلك بالسلب على إنتاجية الأراضي الزراعية وجودة المحاصيل الزراعية. تحول مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية للاستخدامات الحضرية والصناعية بقارة آسيا وأوروبا، ترتب على ذلك تناقص مساحة الأراضي الزراعية واتجاه عدد كبير من العاملين بالزراعة إلى أنشطة أخرى زي الصناعة. دعم الرعي المستدام من آسيا وأوروبا ترتب على ذلك طبعا إسهام في الحفاظ على التنوع البيولوجي. أنا قلنا التنوع البيولوجي يعني تنوع النباتات وتنوع الحيوانات. وطبعا إن هم ساعدوا الرعاة في تطوير ممارسات مستدامة لإدارة المراعي. أسراب الجراد قلنا إن هي بتسبب التهام كبير في المحاصيل الزراعية، فبالتالي هي من ضمن المشاكل اللي بتواجه الزراعة. الزحف العمراني والرعي الجائر في قارة آسيا قلنا إن هو ده هيتناقص مساحة المراعي الطبيعية في القارتين. طيب، تحول الإنتاج الصناعي من الأساليب البدائية للأساليب التكنولوجية المتطورة طبعا أدى لزيادة الإنتاج ومضاعفته. الثورة الصناعية الرابعة اعتمدت على الذكاء الاصطناعي دون الاهتمام الكافي بالإنسان والبيئة، ترتب على ذلك ظهور مصطلح الثورة الصناعية الخامسة. حدوث تطور كبير في الصناعة بعض الدول آسيا في الفترة الأخيرة أصبحت منافس قوي للدول الصناعية المتقدمة. طيب، قرب منطقة دي احنا قلناها. وجود الفحم والحديد والبترول في منطقة حوض لندن جنوب المملكة المتحدة ساهم ذلك في قيام عدة صناعات زي صناعة السيارات والطائرات. غنى منطقة اللورين الصناعية شمال شرق فرنسا بوجود رواسب ضخمة من الأملاح البوتاسيوم زي اللي لسه قايله لكم من شوية، عشان كده اشتهرت بالصناعات الكيماوية. غنى منطقة القوقاز بالبترول أكيد علشان ساعد ذلك على قيام البترول صناعة تكرير البترول والصناعات البتروكيماوية. غنى منطقة جبال الأورال بالموارد المعدنية طبعا ساعد ذلك على قيام العديد من الصناعات زي الصناعات الهندسية والإلكترونيات والصناعات الحربية. وقوع معظم قارة أوروبا ضمن الأقاليم المناخية المعتدلة بالنسبة للسياح أدى ذلك إلى مجيء أعداد كبيرة من السائحين لقارة أوروبا معظم أيام السنة. إنشاء شبكات نقل متطورة ترتب على ذلك سهولة تحرك
السائحين داخل الدولة خصوصا في الاتحاد الأوروبي وتنشيط السياحة بين الدول. وجود مواقع تراثية عالمية كثيرة في أوروبا أدى ذلك إلى احتلال القارة المركز الأول بين قارات العالم في عدد المواقع التراثية، وأصبحت واحدة من أهم المقومات البشرية للجذب السياحي في العديد من الدول. وطبعا احتلت القارة المركز الأول برضو في عدد السائحين والأعلى في العائدات السياحة عالميا. كثرة الرحلات السياحية وزيادة عدد السائحين في أوروبا ترتب على ذلك ارتفاع معدلات الانبعاثات الكربونية من كتر أعداد السائحين، أدى إلى شوية مشاكل زي ارتفاع معدلات الانبعاثات الكربونية، الازدحام الشديد في العديد من المدن السياحية، وطبعا الضغط على البنية التحتية وتدهور الموارد الطبيعية. حدوث ثورانات بركانية متعاقبة أسفل الجليد الموجود بحديقة فاتن كوكول الوطنية. ترتب على ذلك حدوث انهيارات جليدية على الأنهار الجليدية، وبالتالي طبعا حصلت فيضانات مفاجئة أدت إلى ظهور سهول رملية وأودية فريدة من نوعها. تطبيق نظام التأشيرة الإلكترونية في بعض الدول الآسيوية ساعد ذلك على تسهيل الإجراءات زي ما حصل في الإمارات وتركيا. نجاح الاتحاد الأوروبي في إصدار عملة أوروبية موحدة ساعد على تحقيق وحدة اقتصادية بين الأعضاء. سعيت دول الاتحاد الأوروبي في إرساء الأمن والسلام وقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان. طبعا قدر يحصل على جائزة نوبل للسلام. وجود علاقات قوية بين مصر ومجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، قلنا إن احنا عملنا مع مجلس التعاون عملنا مذكرة اسمها مذكرة التفاهم. بالنسبة للاتحاد الأوروبي عملنا توقيع اتفاقية المشاركة علشان نخفض الجمارك. اتفاقية المشاركة نخفض بها الجمارك ونتعاون في مجال الأمن والدفاع ومكافحة الإرهاب. آخر سؤال معانا، تطبيق نظام التأشيرة الإلكترونية في بعض الدول أدى ذلك إلى تسهيل إجراءات السفر كما في الإمارات وتركيا، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة، يساهم في تحقيق التنمية السياحية المستدامة. يلا بينا نبدأ في الوحدة الرابعة. وأول سؤال عندي بما تفسر. احنا بنقول يا جماعة الحاجات المهمة فقط، اللي حابب ياخد الملزمة يبعت لنا رسالة أو يسيب كومنت سواء هنا أو في الصفحة بتاعتنا واحنا هنتواصل معاه ونبعت له رسالة PDF. طبعا شهدت مصر والشام فترة من أسوأ فترات حكم المماليك قبل مجيء السلطان العثماني لهما، وتدهورت أحوال مصر الاقتصادية أواخر عصر المماليك. طبعا احنا قلنا قبل كده ان المماليك في آخر العصر بتاعها حصل فيه تدهور في الأحوال الاقتصادية، وان هم كانوا بيفرضوا ضرائب باهظة على المصريين. وطبعا قلنا ان اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح اللي بتمر بيه التجارة بعيدا عن مصر يبقى ضعف دولة المماليك في أواخر الفترة بتاعتهم بسبب تدهور الأحوال الاقتصادية، فرض الضرائب الباهظة، واكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح اللي بيمر بيه طرق التجارة بعيدا عن مصر. مساعدة العثمانيين للمماليك في حربهم ضد البرتغال. ليه؟ لأن العثمانيين كانوا شايفين إن المماليك هم زعماء العالم الإسلامي. تدهورت العلاقات العثمانية ليه؟ بعد موقعة جلديران بسبب رفض المماليك التحالف مع العثمانيين لمحاربة الصفويين. طيب العثمانيين هم كانوا داخلين دخلة كويسة في الأول مع المماليك وكانوا بيشجعوهم، وحتى إن هم مدوهم بالجيش بتاعهم في الحرب بتاعة المماليك والبرتغال. كان في حرب قائمة بين المماليك والبرتغال بسبب اكتشافات اللي البرتغاليين عملوها وهو طريق رأس الرجاء الصالح. بس العثمانيين ساعدوا المماليك، بس للأسف برضو المماليك انتهت الحرب دي بهزيمة المماليك وانتصار البرتغاليين. تاني حاجة ان المماليك لما العثمانيين دخلوا القسطنطينية وقدروا يفتحوها المماليك احتفلت بالعثمانيين. طيب العلاقة في الأول كانت علاقة ودية وعلاقة سلمية، بعد كده بقى العلاقة قلبت ليه؟ علشان المماليك لما العثمانيين قالوا لهم تعالوا اقفوا معانا في الحرب بتاعتنا ضد الصفويين، المماليك خلعوا، والملك بتاع المماليك قال له لا احنا مش هندخل معاك في الحرب دي. في الفترة دي كان في ثلاث قوة عظمى او 3 دول اقوياء من ناحية الدولة الاسلامية. كان عند الصفويين، كان عند المماليك، كان عند العثمانيين. هم دول اكبر 3 قوة اللي كانوا موجودين في الفترة دي. طيب بعد كده قيام معركة الريدانية
قال لي بسبب رفض طومان باي عرض السلطان العثماني سليم الأول بأن يعلن خضوعه له ويخطب باسمه على المنابر ويضرب العملة باسمه. بدأوا بقى يقلبوا على بعض ويحاربوا في بعض. طيب بعد كده تحولت العلاقات بين العثمانيين والمماليك من ودية للتنافس زي ما أنا ما قلت لكم. أنا لسه حكي القصة دي دلوقتي. قيام السلطان سليم الأول بضم إمارة ذي القادر بعد ما حصل قصة المماليك والصفويين والعثمانيين وهم رفضوا يساعدوهم. كان في إمارة عند المماليك هي على الحدود ما بين المماليك والعثمانيين. الإمارة دي اسمها إمارة ذي القادر. الإمارة دي كان كل ما العثمانيين يجي لهم قوافل تجارية عثمانية جاية لهم من البلاد بتاعتهم يعني للدولة العثمانية، كانت الإمارة ذي القادر دي كانت بتعمل عليهم غارات وبتدمر القوافل دي، ما كانتش بتخليهم يعدوا الامدادات الحروب التابعة للعثمانيين عن طريق الإمارة دي. طيب هل السلطان العثماني هيسكت على كده؟ السلطان العثماني في الفترة دي كان اسمه سليم الأول، طبعا ما سكتش وحارب إمارة ذي القادر وقدر يضمها للدولة العثمانية. طيب لما ضمها للدولة العثمانية إيه اللي حصل؟ خرج قنصوة الغوري سلطان المماليك على رأس جيشه لبلاد الشام عشان يواجه العثمانيين إن هم أخدوا منه إمارة ذي القادر. اعتماد السلطان الطومان باي على الجنود المرتزقة والعبيد في مواجهة العثمانيين. هو طومان باي لما اعتمد على الجنود المرتزقة، هم اصلا ايه هم الجنود المرتزقة؟ الجنود المرتزقة دول مالهمش لا ملة ولا دين، هم تبع اللي يديهم فلوس اكتر. دول في قبائل بتيجي تحارب علشان إيه انا اشتريتكم بفلوس فانتوا هتيجوا تحاربوا معايا تقفوا معايا في الجيش بتاعي، بس لو حد دفع لهم اكتر هيغدروا بيك ويروحوا للي دفع اكتر. هم دول الجنود المرتزقة. فلما طومان باي اعتمد عليهم، هو اعتمد عليهم ليه؟ اضطر يعتمد عليهم عشان يسد نقص القوة البشرية في جيش المماليك. طبعا كان اكبر خطأ هو يعمله. اتجه السلطان العثماني سليم الأول للسيطرة على اليمن. طبعا هو كان عايز يسيطر على اليمن ليه؟ عشان يجعل البحر الأحمر بحيرة إسلامية آمنة. يبقى ليه سليم الأول كان عايز يسيطر على اليمن؟ لجعل البحر الأحمر بحيرة إسلامية آمنة من أي أخطار تهدد الأراضي المقدسة أو طرق التجارة بين الشرق الأقصى والبلاد الإسلامية، بس احنا نختصرها في جعل البحر الأحمر بحيرة إسلامية آمنة. هزيمة المماليك بقى في المعركتين اللي داروا ما بينهم وما بين العثمانيين، معركة مرج دابق ومعركة الريدانية. معركة مرج دابق يا ولاد كانت بأطراف بتاعتها كان السلطان قنصوة الغوري، وطبعا كان العثمانيين بقيادة سليم الأول. أما الريدانية كانت طومان باي مع سليم الأول. طيب هما المشكلة كده في المماليك في المعركتين انهزموا فيها، ما انتصروش. ليه؟ علشان لما العثمانيين كانوا بيمتلكوا أسلحة حديثة ومتطورة المماليك ما كانوش يعرفوها أصلا، زي البارود والمدافع. البارود يعني هي الأسلحة، المسدسات، البندقيات. تنظيم الجيش العثماني في شكل فرق وانضباط وتماسكه معنويا، كانوا منظمين. ما هو التنظيم ساعد طبعا على انتصارهم، لكن غير لما يبقوا مش منظمين وواخدين حبة من مرتزقة على حبة من العبيد على حبة من هنا على حبة من هناك، منعكشين في كل مكان، مفيش انتظام، مفيش تنظيم، مفيش تدريب، مفيش حتى أسلحة حديثة. فبالتالي كان من ضمن أسباب الهزيمة بتاعتهم ان الجيش بتاعهم كان قليل برضو بالرغم من كل اللي هم عملوه، بس كان مقارنة بالجيش العثماني كان عددهم قليل. والخطة العسكرية اللي حطها السلطان العثماني خدع بيها المماليك. وضع العثمانيين بقى نظام إداري وسياسي جديد في مصر، أو قام العثمانيين بتقسيم السلطة بين عدة هيئات. ليه؟ علشان يضمنوا بقاء خضوع مصر وعدم استقلالها. ليه؟ لأن مصر كانت بعيدة عن مركز الخلافة العثمانية، وكمان كان في صعوبة المواصلات في الفترة دي، فما كانوش بيقدروا يروحوا ويشاركوا أو يروحوا يعني عشان يشرفوا على الإدارة فيها. كسر مدة حكم الوالي في مصر. هي أصلا السلطة اقتصرت على 4 حاجات. كان الوالي، كانت الحامية العثمانية، أمراء المماليك، والديوان. الوالي بقى كان الفترة بتاعة الحكم بتاعته بتبقى قصيرة علشان ما ينفردش بالحكم. طيب بعد كده العثمانيين تركوا فرقة عسكرية في مصر أو سابوا تمركز فرق الحامية العثمانية في القاهرة والمراكز الرئيسية بمصر. ليه؟ هم هيسيبوا أصلا فرقة عسكرية ليه يعني؟ هيكون علشان ليه؟ علشان يحفظوا النظام والدفاع عن البلاد ويجمعوا لهم الضرائب في نفس الوقت. طيب أبقى السلطان العثماني سليم الأول على بعض المماليك في مصر لإدارة شؤون البلاد، أو إسناد العثمانيين الأقاليم للأمراء المماليك. ليه؟ بسبب خبرتهم الطويلة في إدارة شؤون البلاد.
بسبب حفظ التوازن بين الوالي والحامية العثمانية منع أي منهم من الاستبداد بالحكم. طيب تدهور الزراعة في مصر في ظل الحكم العثماني. ليه الزراعة اتدهورت؟ عشان السلطان العثماني كان شايف نفسه هو صاحب كل الأراضي، وإن الفلاحين كانوا بيقوموا بزراعة الأراضي دي مجبورين، وما كانوش يقدروا ما كانش ليهم حق التصرف فيها في البيع أو الشراء. تاني حاجة إن هو كان بيفرض عليهم ضرائب باهظة، وكان بيجمعها واحد اسمه الملتزم، هو كان بيجمع الضرائب بالقوة من الفلاحين. كما انه اهمل تنمية موارد الدولة واهمل مشروعات الري. زي ما قلنا ان هم الثلاثة اخوات، زراعة صناعة تجارة، فزي ما الزراعة اتدهورت فباقي الحاجات اللي بعدها هتتدهور. فتدهورت الصناعة بمصر خلال الحكم العثماني بسبب تدهور الزراعة ونقل السلطان العثماني امر الصناع للاستانة اللي هي اسطنبول. قيام السلطان العثماني بنقل امهر الصناع الى الاستانة للمشاركة في بناء العاصمة أو الدولة العثمانية. تدهورت التجارة بمصر خلال حكم الدولة العثمانية بسبب تدهور الزراعة والصناعة واكتشاف البرتغاليين طريق رأس رجاء الصالح، مما جعل طبعا التجارة متدهورة، وكمان القوافل التجارية كانت بتتعرض لقطاع الطرق وإهمال الطرق البرية. تأخر مصر عن النهضة العلمية بأوروبا خلال العصر الحكم العثماني بسبب فرض العثمانيين العزلة على مصر واقتصار التعليم بها على الكتاتيب والأزهر الشريف. بس في الفترة دي برضو مكانة الأزهر كانت متراجعة. ليه؟ لأن الأزهر كان يقتصر الدراسة فيه على قواعد العلوم الإنسانية والشرعية، وأهمل العلوم الطبيعية زي الرياضيات والطب وغيرهم من العلوم. عودة النفوذ إلى أمراء المماليك ونجاحهم في استعادة حكم مصر من العثمانيين. القصة دي بتاعت طبعا علي بيك الكبير اللي قدر يرجع ياخد بحكم مصر تاني من العثمانيين. ليه بقى كان اصلا حصل الكلام ده؟ ليه؟ علشان بسبب كسر مدة حكم الولاة العثمانيين، فده طبعا ادى الى ضعف النفوذ بتاع الولاة. تاني حاجة النزاع المستمر بين الولاة والجند، واتحاد المماليك واختيار زعيم لهم من بينهم كان يسمى بشيخ البلد. فشل حركة بقى علي بيك الكبير للأسف باستقلال بمصر عن الدولة العثمانية، لأن محمد بيك أبو الدهب خان علي بيك الكبير بعد ما كان متحالف في الأول مع محمد بيك مع علي بيك الكبير، قدر يخونه ويروح للسلطان العثماني يتحد معاه، وبالتالي رجعت مصر ولاية عثمانية مرة أخرى. طيب هو في الأول كانت حركة علي بيك الكبير كانت ناجحة. ليه؟ علشان الدولة العثمانية كانت مشغولة بحربها مع روسيا. طيب بعد كده نتكلم عن الحملة الفرنسية وأسبابها على مصر. عندنا أسباب معلنة وأسباب غير معلنة، بس المعلنة هي أسباب غير حقيقية، لكن الأسباب اللي هي الحقيقية التانية اللي بجد هي أسباب مش معلنة. طيب ايه هي الأسباب المعلنة اللي هي غير حقيقية؟ قال لي حماية الرعاية والتجار الفرنسيين في مصر، تأمين مصالحهم التجارية، تحرير المصريين من حكم المماليك الظالم، وادخال المدنيه الحديثه لمصر. قال يعني هم بيضحكوا عليهم، احنا جايين نحمي الرعايه بتاعنا، احنا جايين نامن المصالح بتاعتنا، احنا جايين نحرر المصريين من الظالمين الوحشين المماليك وندخل المدنيه الحديثه لمصر. بعد كده الاسباب الحقيقيه اللي بجد بقى دي اللي ما كانوش عالنين عنها، وهي رغبه فرنسا في السيطره على طرق التجاره بين الشرق والغرب، تقليل النفوذ البريطاني في الشرق عن طريق قطع تجارة بريطانيا للهند، الاستفادة من موارد مصر وموقعها الاستراتيجي. طبعا كل اللي بيجي عندنا بيبقى عايز يستفيد من الموقع الاستراتيجي بتاع مصر، وهم كمان كانوا عايزين يحولوا مصر وتحويلها لتجارة فرنسا مع الشرق. بعد كده أسباب السياسية للحملة الفرنسية قال لي زيادة نفوذ فرنسا في البحر المتوسط وتعويضها عن مستعمراتها اللي فقدتها في صراعها مع بريطانيا. احنا عارفين طول عمرهم زمان بريطانيا وفرنسا الاتنين دول كانوا أعداء، بريطانيا وفرنسا أعداء، بس هما كانوا أكبر قوتين موجودين في الفترة دي. بس بسبب الحروب اللي كانت بين بريطانيا وفرنسا، فرنسا بقت متحملة خسائر كتير جدا، فحبت تعوض الموضوع ده عن طريق إن هي تيجي تسيطر على مصر. أعد نابليون حملته على مصر سرا. ليه؟ علشان لو بريطانيا عرفت ما كانتش خلته اصلا، ما كانتش في حاجه اسمها حمله فرنسيه دخلت على مصر، فهو عملها سرا علشان يتجنب معرفه الاسطول البريطاني بها. اصطحب نابليون في الحمله بتاعته على مصر مجموعه كبيره من العلماء، لانه كان يريد ان يجعل الحمله طابع حضاري، وكمان عشان يدرس احوال مصر وكيفيه استغلال مواردها.
فشل نابليون في السيطرة على صعيد مصر بسبب مقاومة أهلها وحروبهم المتفرقة ضد القوات الفرنسية، مما أنهك القوة الفرنسية. بعد كده حصل عندنا حاجة اسمها ثورة القاهرة الأولى، كانت أسبابها فرض الضرائب الباهظة، قتل الفرنسيين للسيد محمد كراي حاكم الإسكندرية، وكانوا بيفتشوا البيوت بحثا عن الأموال، وهدموا الكثير من الآثار والمساجد والمباني عشان يحصنوا القاهرة. خرج نابليون بحملة على الشام عام 1799 بسبب رغبة نابليون في لقاء الجيش العثماني القادم من الشام والقضاء عليه قبل أن يصل إلى مصر. انقطاع الاتصال بين الحملة الفرنسية من مصر لفرنسا ده بسبب أن بريطانيا قدرت في معركة اسمها معركة أبي قير البحرية قدرت تدمر الأسطول الفرنسي، مما أدى طبعا لحرمان الحملة في مصر من إمدادات الفرنسا له. فشل نابليون في اقتحام مدينة عكا بسبب مقاومة أهلها بقيادة أحمد باشا الجزار ودعم الأسطول البريطاني لهم وانتشار الأمراض بين جنود الحملة. رحيل نابليون بقى إلى فرنسا سرا تاركا الحملة لنائبه كليبر بسبب تدهور الأوضاع بفرنسا وتحالف دول أوروبا ضدها. عقد كليبر اتفاقية العريش عام 1800 أو رغبة كليبر في رحيل الحملة الفرنسية عن مصر طبعا أدى لأن كليبر كان شايف إن إحنا لازم نمشي بقى نمشي الحملة بتاعتنا من مصر عشان إحنا مش قادرين نواجه الأخطار اللي بتهدد القوات الحملة الفرنسية. فشلت اتفاقية العريش عام 1800 بسبب رفض حكومة بريطانيا التوقيع على الاتفاقية. ليه يا بريطانيا كده؟ قالت أنا مش هخلي فرنسا تخرج كأنهم منتصرين، لا أنا عايزاهم يخرجوا كأنهم أسرى حرب، إن هم ما يبقوا مسجونين عندنا وكمان يسلموا لنا أسلحتهم. فطبعا كليبر مش هيرضى فرفض هذه المطالب. تمسك مينو قائد الحملة الفرنسية بالبقاء في مصر لأنه كان يعتقد أن بإمكانه تحقيق المشروع الاستعماري وإن هو يحول مصر لمستعمرة فرنسية حقيقية. رحيل الحملة الفرنسية عن مصر سبتمبر 1801 بسبب إرسال بريطانيا أسطولا جديدا لأبي قير وانضمام الجيش العثماني إليه، مما أدى إلى هزيمة الجيش الفرنسي واضطرارهم للخروج من مصر. طيب لم يسمح الفرنسيون للمصريين بالعمل في المصانع اللي هم عملوها عشان ما تتسربش أسرار الصناعة الفرنسية للمصريين. فشل محاولة شق قناة السويس في عهد الحملة الفرنسية بسبب خطأ في حسابات مستوى البحرين الأحمر والمتوسط. بالنسبة للنتائج فالصدام العسكري بين المماليك والبرتغاليين بعد اكتشاف طريق راس رجاء الصالح ترتب على ذلك انتصار البرتغاليين طبعا وهزيمة المماليك، والكلام ده أنا قلته. قيام موقعة جالجيران أدى ذلك إلى انتصار الدولة العثمانية بقيادة سليم الأول على الصفويين. معركة مارجدابك النتائج المترتبة عليها هزيمة الجيوش المملوكية وانتصار العثمانيين ودخول السلطان العثماني سليم الأول مدينة حلب دون مقاومة والاستيلاء على بعض المدن الساحلية حتى وصل لدمشق. بعد كده باقي أمراء الشام جم للسلطان العثماني مع نفسهم كده مقدمين له فروض الطاعة وقالوا له احنا هنبقى تبع الدولة العثمانية بس سيبنا نحكم بلادنا زي ما هم ما تشيلناش يعني من الحكم. رفض بقى تومان باي الخضوع علشان احنا قلنا اللي حصل او السلطان العثماني كان عايز منه ايه، الكلام ده احنا قلناه بما تفسر، بس هو نتائج المترتبه على رفضه ان الجيش العثماني تقدم نحو الحدود المصريه واستعد تومان باي للقتال وقيامه بتجهيز الجيش. قلنا ان هو جهز الجيش عن طريق الجنود المرتزقه والعبيد، فبالتالي هو ما قدرش يقف كتير قدام الجيش العثماني وقدر حصل الحرب ما بين الناحيتين، الناحية بتاعت المماليك والناحية العثمانيين، أدت إلى قام السلطان تومان باي بالهرب من مصر ولحقوه الجيش العثماني ثم قبضوا عليه ثم أعدموه بعد كده. وعرفنا قصة إمارة ذي القادر مش هنتكلم عنها تاني. ضم السلطان العثماني سليم الأول لبلاد الحجاز، لما ضم بلاد الحجاز أصبح حامل حرمين، لما ضم بلاد الحجاز أصبح حامل حرمين، لما ضم اليمن أصبحت بحيرة البحر الأحمر بحيرة إسلامية. نقل السلطان العثماني أمهر الصناع للأستانة، أدى ذلك إلى انقراض الصناعات بمصر واقتصارها على بعض الحرف اليدوية البسيطة كالغزل والنسيج والفخار والحصير، وطبعا ساهم في تدهور الصناعة بمصر. إهمال الدولة العثمانية لمشروعات الري طبعا أدى ذلك لتدهور الزراعة، احنا قلنا الكلام ده كله. سياسة العزلة اللي فرضها أدى إن احنا بقينا بعاد جدا عن النهضة الأوروبية. والبرتغاليين عرفنا ايه اللي حصل، وكسر مدة حكم الولاة طبعا ترتب عليه ذلك ضعف نفوذ الولاة. احنا كده خلصنا اهم الاسئله عندنا اللي موجوده في المنهج كله.
اتمنى من ربنا ان هو يوفقكم، ان انا اكون قدرت اوصل لكم حتى لو معلومة بسيطة كانت فايتاكم، ان انا اكون قدرت اوصلها لكم بالنجاح والتوفيق ان شاء الله. وما تنسوش تشاركوا البوستات دي بحيث ان انتوا تبعتوا الفيديوهات لاصحابكم، بحيث انه نفيد اكبر قدر من الطلاب، وبالنجاح والتوفيق يا ولاد ان شاء الله. ومع السلامة.